شيخنا السلام عليكم، عندي موضوع اريدك توضح لي عليه. انا قاعد اخذ كيس الطحين اعطيه ابو المخبز واعطيه فلوس، يقولون هاي بيها اشكال، لازم انت تبيع كيس الطحين ويعطيك فلوس وترجع الفلوس لمن لابو المخبز، تقول له اعطينا على قد هين خبز. واريد التوضيح من عندك، ولك كل الشكر والتقدير شيخنا. على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، هناك معاملة تجارية مع أصحاب الأفراح، والمعاملة فيها إشكال من ناحية العلماء. بعض من العلماء يعطي إشكال فيها، والبعض الثاني يقول لا إشكال فيها لأنها من عين واحدة. إخواني الأعزاء، بعض أصحاب الأفران من عتوم يقول لك لا، أنا أشتري منك الطحين وأنا أحسب لك إياه حساب الخبز، بعدين يعني بثمن هذا، يعني اشتري منك كيس الطحين ب 25,000 دينار، وانا على طيله الشهر انا اعطيك شنو؟ اعطيك خبز بيه. هذا ما بها اشكال، البيع والشراء. اما هناك بيع تسمى المغايضه يعني عين بعين، المغايضه مع اصحاب الافراد. هنا يكمن الاشكال. شنو الاشكال؟ يجيب واحد طحين، يجيب كيس طحين ويعطيه صاحب الفرن ويقول له يابا راوسني بمراوس. هنا يقع الاشكال، يتراوس وياه مثلا شو يقول له صاحب الفرن؟ يقول له انا اعطيك 150 قرصه مقابل هذا كيس الطحين. كيس الطحين جاء يزيد ب 200 قرصه، جاء يزيد ب 250 قرصه وياخذ فوق 10,000 دينار. هنا يقع الاشكال. بعض العلماء يقول انه يحسب من الربا، لكن كيف نرفع هذا الاشكال؟ شلون راح نرفع هذا الاشكال؟ اشكال الطحين مقابل الخبز. هنا أردنا رفع الإشكال فنقول بالمصالحة، نقول يجي صاحب الطحين شو يقول له صالحتك بأن تبرئني الذمة أو تهبني 150 قرصة مقابل كيس الطحين ومقابل من؟ 10,000 دينار. وكذلك صاحب الفرن أيضا يقول لك تهبني ذلك كيس الطحين. يرفع كل الإشكال من عنده، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير علينا بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل دعائكم، والسلام عليكم.